السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، يا رب تكونوا جميعا كلكم في أحسن الأحوال. ربنا يسعدكم يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. نهاركم أبيض وزي اللبن الحليب. ربنا يا رب يجعل أيامكم كلها كده سعد وهنا، ويبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. طلعي بقى الطاقة السلبية كده من البيت وولعي حبة بخور. عايزة أقول لكم يعني بصوا بتطلع الطاقة السلبية زي ما انتوا شفتوا. شربنا قهوتنا ولعنا البخور. تعالوا بقى المشتريات دي طبعا أنا جايباها من بالليل، وطبعا ما قدرتش أصور معاكم بالليل. زي ما انتوا شايفين كده جيت حطيتها على الرخامة والصبح رصيتها زي ما انتوا شايفين. طبعا جبنا زيت سلايط وجبنا حمص وجبنا فلفل اسود وجبنا رز بسمتي وجبنا زي ما انتوا شايفين بقى نوعين من الزبادي. وطبعا المكرونه سعرها حلو. طبعا انا جايبه حاجات من دي ان شاء الله هشيلها رمضان. هنبتدي بقى ان شاء الله نعين بقى خزين رمضان. كل سنه وانتوا طيبين ولكم طيبين. الرز ده حبايبي الحبه الطويله عامله 75 جنيه، بس نوعه حلو قوي على فكره. ومكرونته دي عامله 9 ونص حبايبي. وسيلفانا برضو نفس السعر بس انقص نص جنيه، يعني 9 جنيه. الزبادي طبعا العرض مش فاكرة كانت بتهيألي العرض كان عامل 30 أو 35، بتهيألي كده مش فاكرة أوي بصراحة. طبعا الحمص يا جماعة سعره أوفر أوي أوي أوي. يعني أنا عايزة أقول لكم يعني أنا اتصدمت من سعره بعد ما حسبت. ب90 جنيه نص كيلو، ب90 جنيه ليه أنا مش عارفة، بس يلا بألف هنا وشفا على قلوبكم. طبعا الفلفل الأسود كلكم عارفين سعره إن هو ب600 جنيه. طبعا جبت ربع كيلو ب150. ازازة الزيت السلايد دي للأمانة أنا فتحتها بالليل وخدت منها شوية، بس أنا عشان المشتريات حبيت أوريها لكم. عاملة 215. طبعا كنت طبعا الصبح زي ما انتوا شفتوا كده شربت قهوتي وطبعا عملت روتين بسيط جدا خالص. يعني مش الروتين اللي هو ايه يوترك. عملت طبعا الصالة اللي بنقعد فيها زي ما بتقول عليها الليفينج، الصالة غرفة المعيشة. طبعا دي بيبقى فيها القعدة كلها وأكلة فيها وشاربة فيها. فأقل حاجة إن انت حتى في الأسبوع مرة أو اتنين كده ايه بتمسكيها كده تعملي لها ايه حفلة نظافة بسيطة كده. ربنا يا رب يقويكم ويعينكم. وطبعا احنا في أجازة، بس عايزة أقول لكم إن أنا الدروس بدأت عندي من زي الدروس بدأت عنده أكيد كلكم، لأن طبعا كل سنة وانتوا طيبين وولادكم طيبين وكل حبايبكم. رمضان طبعا الشهر ده هيبقى ايه بيبقوش الولاد منتظمين فيه قوي. يعني يناموا بدري يناموا متأخر، ما يناموش خالص وتلاقيهم مطبقين، فما بيبقاش قوي زي ايه الايام العادية. فطبعا هم بادئين دروس بدري. معلش بقى انا رغيت كتير معاكم كده، خلصت المسيح بقى. دخلت بقى هنا ايه علشان ايه اصبن الحوض بما اننا بنعمل روتين وهنعمل غدا سهل وبسيط. مش هنقف في المطبخ ربع ساعة في الغدا. صبنت الحوض طبعا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما هصبنه طبعا بمسح باقي الرخامه. وكنت بقى صبنت كام طبق كده. طبعا ما كانش في حاجه، طبعا كنت مصبنه الحاجه من بالليل. وطبعا انا عايزه اقول لكم يعني بصوا لما بتبيتي مواعينك من بالليل متصبنه وحاجتك نظيفه للامانه بتقومي تحسي ان انت عندك راحه نفسيه. طبعا هنا مسكت الحوض ما شاء الله خليته شمعه فله منوره بسم الله ما شاء الله. وخلصت الحمد لله رب العالمين. عايزه اقول لكم يعني بصوا بتحسي ان انت اعصابك هاديه وانت منضفه رخامتك وحوضك، وبتبقى الدنيا زي الفل. واللي وصل معايا لحد هنا يصلي لي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. حابه بس الفت نظركم لحاجه بالله عليكم، اللي يشاهد الفيديو شاهده بصدق علشان ايه يبقى ايه الفيديو ما راحش مني ايه تعبه كده هضر. بصوا بقى الحاجه دي مش بتاعتي، الحاجه دي بتاعت اختي. بس انا ايه حبيت اعرفكم الاسعار، بس بصراحه ما رضيت اصورها مع حاجتي الا لما استاذنها. وهي كانت لسه جايه عندي، فقلت لها ينفع اصور حاجتك؟ قالت لي اه يا حبيبتي صوريها وعرفهم السعر. هتقولي لي طب يا اميره يمكن هي اتكسفت منك اقول لكم. انا قلت لها صور الحاجه واقول لها سعرها، قالت لي قولي عادي. الرز ده حبايبي حلو قوي وموجود على فكره. عامله 24 ونص وكيلو. والعافية دي ما شاء الله عليها عارضة ب75 جنيه نص الكيلو. والكبيرة دي عاملة 225. عايزة اقول لكم ان رز المزاج ده حلو جدا. وكيلو كيلو يعني الكيلو كيلو
مش اللي هو ايه، مش اللي هو مثلا 900 ولا كده، لا هو كيلو ما شاء الله. وطبعا هنا الولاد طبعا كنا جايبين بقى حاجات زي ما انتوا عارفين، نوتيلا وزبادي وبالشوكولاته وما اعرفش ايه. طبعا قعدوا بقى عملوا كل واحد طاجن كده، هم ولاد خالتهم. انتوا فاهمين بقى طبعا، اجازه بقى وقاعدين ايه، مأنتخين على الاخر. شايفين بقى. بصوا بقى الطواجن دي حلوة قوي، يعني اما يجيبوها ويعملوا حاجتها في البيت احسن من حاجة بره، يعني انتوا فاهمين. انا عايزة اقول لكم يا جماعة والله العظيم انا مش من الناس اللي بتحب حاجة بره دي. بحسها كده ايه، ان هي بصوا يعني مش صحية لولادنا. ربنا يا رب يصلح حالكم جميعا، اللهم امين. بصوا لي بقى على الجمال وعلى الحلاوة، تسلم ايديكم يا ولاد. تعالوا بقى احنا نخش مطبخنا ونعمل غدانا. قلت لكم ايه ان شاء الله مش هياخد ربع ساعة. بصوا انا عامله لكم طبق ايه ورد كده. طبعا طلعت كيس سجق بلدي، انا مش من الناس، مش من انصار الناس اللي بتحب المجمدات خالص يا جماعه. ده سجق بلدي كنت جايباه وشايلاه في الفريزر. وطبعا مقطعه بصل وطماطم وفلفل. وطبعا انتوا عارفين ان السجق عمايله من اسهل الاكلات. وهنعمل حبه مكرونه كده ايه جنبيه، ونحمر حبه بطاطس، ويا رب ديمها عليا وعليكم نعمه وعلى أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. بصي لي على الجمال بقى. بصوا، طبعا بنزل بقى بنسبة مادة دهنية بسيطة، حبة زيت حبة سمنة، بس حاجة بسيطة. لأن كلنا عارفين إن السجق بيبقى فيه دهون، وبتنزل إيه الدهون. بصوا بقى، في ناس بتحط له بطاطس، انا مش بحب احط له بطاطس. انا بحب اعمله بطماطم وبصل بس، بحط له رشه فلفل اسود وسيكه بطاطس، يعني سيكه بسيطه من الملح كده، عشان لو ايه، لو هو محتاج ملح. لان احنا كلنا عارفين ان هو ايه، السجق بيبقى متبل وزي الفل. وهنا بنحمر البطاطس. البطاطس اليومين دول حلوه قوي يا جماعه، بس برضو احيانا اجي احمرها ما الاقيهاش حلوه. وهنا خلصنا احلى سجق. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدي وايديكم، وربنا يا رب يجعل دايما بيوتكم عمرنا بالخير يا رب. خلصنا بقى هنا طبعا وغرفنا بقى وحطينا مكرونه. عملت مكرونه محمره وحمرت بطاطس وسجق. عايزه اقول لكم ما كملتش ربع ساعه، لان الاكله دي سهله وبسيطه. في حفظ الله يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.